بداية فيلمنا بتكون مع أغرب مشهد ممكن تشوفه. وحدة عمرها 38 سنة داخلة على الجامعة بلبس غريب جداً، لدرجة أنه كل الطلاب وقفوا يطالعوا فيها وكأنها جاية من كوكب ثاني. بس المفاجأة إنها مو جاية تدرس، هي جاية تستنى شاب اسمه بالسيزر، طالب هندسة معمارية وأصغر منها ب20 سنة. ولما بيخلص محاضرته وبيقرب عليها بينصدم من شكلها وبيضل واقف متجمد وما بيعرف شو يحكي. لكن قبل ما يستوعب اللي عم يصير بتفاجئوا أكتر وبتدعوه على حفلة خاصة بشغلها. الشاب بينبسط بشكل مو طبيعي وبيوافق فوراً، وهي بتمشي والابتسامة مرسومة على وجهها. لكن هون الفيلم بيفاجئنا، لأن كل اللي شفناه ما كان إلا البداية، ومنرجع بالزمن حتى نعرف كيف وصلت القصة لهون. نكتشف إنه أليس بتشتغل محررة بمجلة أزياء معروفة، وكانت راجعة من رحلة شغل بعد ما راقبت طباعة العدد الجديد للمجلة. وبالطائرة بيقعد جنبها شاب مزعج وما بيبطل يضايقها، ولحتى تتخلص منه بتطلب من أول شاب مارق بالممر يقعد جنبها، وهذا الشاب بيكون بالسيزر، أول مرة بحياته يسافر بالدرجة الأولى، ومتحمس بشكل بيضحك، وصار يجرب الكرسي ويحركه بكل الاتجاهات، بينما أليس كانت غرقانة بشغلها على اللابتوب. ولما الطيارة وصلت كل واحد راح بطريقه، لكن بالسيزر لاحظ فلاشة وقعت منها، حاول يلحقها ويرجعها إلها، لكن للأسف كانت ركبت السيارة ومشت. ومن هون المشاكل بتبلش. أول ما رجعت أليس على الشركة بتسمع إنه زميلتها ليز صارت مرشحة تاخد مكانها، ولما بتواجه المدير بيقولها بكل برود إنه ليز شخصيتها منفتحة أكثر وبتفهم ذوق الناس بطريقة أفضل. وكأنها الخبر مو كافي بتكتشف كمان إنه فلاشتها اللي عليها كل شغلها اختفت. لكن المفاجأة الأكبر كانت لما مساعدتها خبرتها إنه صورها مع طالب الجامعة انتشرت بكل مكان. والغريب إنه المدير انبسط بالموضوع بدل ما يزعل. ليش؟ لأنه صار مقتنع إنه ارتباطها بشاب أصغر منها رح يخلي المجلة أقرب لجيل الشباب، وبالتالي المبيعات رح تزيد. هون أصحابها بينصحوها تكمل باللعبة وتحافظ على هالعلاقة الوهمية حتى ما تخسر شغلها، وبعد تردد بتوافق. ومن هون منشوف ليش راحت على الجامعة بهداك اللبس الغريب، كانت عم تبدأ أكبر تمثيلية بحياتها. وبالليل أول ما شافها بالفستان الأسود بالسيزر نسي يحكي، ضل واقف يطالع فيها وكأنه شاف أجمل بنت بالدنيا. وأليس استغلت الموقف وصارت تتصرف قدام الناس وكأنهم حبيبين من زمان، حتى الكل يصدق القصة، لكن من جواتها كانت حاسة بالذنب. بعد الحفلة كانوا عم يتمشوا والدنيا عم تمطر، وبالسيزر حامل المظلة فوقها، وحتى وهو معجب فيها كان محترم ومسافة الأمان بيناتهم ما كسرها. وفجأة بيرن موبايلها فتكذب عليه وتقول إنه بنتها بالمستشفى ولازم تروح فوراً. وبالسيزر من طيبته بيركض يوقف لها تاكسي، وحتى بينزل الشخص اللي كان راكب حتى تلحق بسرعة. وهون بتبدأ مشاعره تكبر أكثر وأكثر. بعدها بتاخده على عرض أزياء ضخم بحضور رئيسة المجلة، وأليس بتتعمد تخليه محط أنظار الجميع، وفعلاً كل العيون صارت عليه. حتى رئيسة المجلة اللي كانت تمل من عروض الأزياء لأول مرة حست إنه العرض ممتع. وبعدها بحفلة الاستقبال بتحاول ليز تتقرب من بالسيزر، لكن أليس بتسحبه بسرعة وبتبلش ترقص معه. وهون التمثيل صار يتحول لمشاعر حقيقية. وبعد انتهاء السهرة بيوصلها بالسكوتر، وقبل ما يروح بيعترف إلها إنه وقع بحبها فعلاً. أما هي فكانت بعالم ثاني، هي ما كانت بتحبه، لكن بنفس الوقت ما كانت قادرة تخسره لأنه صار سبب باستمرارها بالشغل. ولهذا بتكذب عليه للمرة الثانية وبتقوله إنها بتحبه هي كمان. ومع مرور الأيام العلاقة صارت أقوى، أو على الأقل هيك كان مفكر بالسيزر، لحد ما قرر يعمل إلها موعد رومانسي ويحكي معها عن مستقبلهم. لكن هون أليس كسرت قلبه بكلمة واحدة، قالت له إنه علاقتهم مستحيلة، وإن فرق العمر كبير، وإن عندها بنت عمرها 8 سنين وما بدها يضيع شبابه معها. كل محاولاته حتى يغير رأيها فشلت، وبالنهاية رجع على البيت محطم وسكر على حاله وما عاد عنده رغبة يشوف حدا. أما أليس فمشاكلها بالشغل رجعت من جديد. المدير خبرها إنه المجلة عم تخسر، ورئيسة المجلة مو عاجبها الوضع،
ولهيك راحت لعند بالسيزر حتى تطلب مساعدته. ولما فتح الباب افتكر إنها رجعت لأنها بتحبه، لكن أول ما عرف إنها جاية بسبب الشغل تركها ومشي بدون ما يسمع منها كلمة. وتاني يوم ضلت تتصل فيه لكنه تجاهل كل اتصالاتها. لكن المفاجأة إنه رجع بنفسه على جلسة التصوير، وأثناء التحضيرات أحد أصحاب أليس ما قدر يسكت وكشف كل الحقيقة، وقال لبالسيزر إنها من البداية كانت بس عم تستغله حتى تحافظ على منصبها. بهاللحظة كل شيء انهار. وخلال التصوير حاول يخبي وجعه، لكن كان واضح إنه مكسور من الداخل، وبسبب عصبيته صار خلاف مع المصورة فترك المكان كله ومشي، وأثناء خروجه وقع بالمي. وهون بتنتهي أحداث الفيلم. لكن السؤال الحقيقي، لو كنت مكان بالسيزر بعد ما عرفت الحقيقة كنت رح تسامح أليس ولا مستحيل؟ اكتب رأيك بالتعليقات، وإذا عجبك الملخص لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، لأنه عندنا أفلام أقوى بكتير بالطريق.